رسميا مدرب الجيش الملكي يعلن عن سر انتقال رضا سليم إلى الأهلي ويوجه له رسالة نارية. كشف التونسي نصر الدين نابي المدير الفني للجيش الملكي المغربي عن انتقال لاعب الفريق رضا سليم إلى صفوف الأهلي في فترات الانتقالات الصيفية الحالية، كما وجه رسالة نارية له. ووصل اللاعب رضا سليم إلى مصر مساء أمس الأحد للخضوع إلى الكشف الطبي قبل توقيع عقود انضمامه للأهلي بشكل رسمي. وقال نصر الدين نابي خلال تصريحات عبر برنامج رقم 10 المذاع على القناة الأولى المغربية: نبارك للنادي الأهلي على التعاقد مع رضا سليم. وأضاف المدرب: نلوم على الأهلي لأنهم أفقدونا لاعب مهم في صفوف الفريق، واللاعب كان يمثل 40% من الشق الهجومي للنادي الجيش الملكي. ووصل رضا سليم لديه مساحة كبيرة للتطور مع فريق كبير مثل الأهلي ومع مارسيل كولر، كما إنه يمتلك حلول فردية في المباريات المغلقة. لاعب صاحب حلول، وهذه النوعية من اللاعبين قلت جدا في الوطن العربي حتى في أوروبا، وكولر يعرف مستوى اللاعب. وقال رسالته لرضا سليم: يجب أن يعرف أن النجاح في النادي الأهلي صعب مهما كان مستواك، لأنك مع لاعبين كبار وأصحاب ثقافة كبيرة جدا، ويجب أن تكون متواضع أمام تاريخ الأحمر، ولو لم تفهم طبيعة النادي الأهلي حظوظ النجاح ستقل. وقال: أفضل مركز لرضا سليم هو الجناح الأيمن، وإذا تغير مركزه ربما يتأثر مستواه بعض الشيء. ليس لدي علم بحقيقة طلب دخول أي لاعب من الأهلي في الصفقة. وأتم علي معلول يقدم أفضل تمثيل للكرة التونسية في مصر مع الأهلي، وأتمنى كل اللاعبين التونسيين يلعبوا في أندية كبيرة مثل الأهلي ويكونوا في مستوى عطاء معلول. اختيار كولر لرضا سليم على حساب بن شرقي هو استكمال لنفس الرهان الواضح والصريح من الراجل من بداية الموسم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مارسيل رهانه دايما إني هعرف أخرج أقصى منتج هجومي من اللاعب. وطبعا هقول لكم على إحصائيات الجناحين بتوعنا محمد هاني وعلي معلول، ولو في مهاجم سوبر كان خلص الفرص دي كلها. طبعا محمد هاني في آخر 3 مواسم وفي الموسم الحالي هو الأكثر في صناعة الفرص 17 فرصة، وعلي معلول بيعمل أعلى موسم له مع الأهلي في صناعة الفرص 64 فرصة. مش محتاج أكلمك عن تاو والشحات والنقلة النوعية اللي حصلت في إنتاجيتهم وأدائهم للآخر. يعني كولر على مستوى الخط الهجومي هو بيراهن إنه يقدر يلمع اللاعب عادي، لكن الرهان ده عشان يكتمل هو متوقف على شرط أساسي، هو إن اللاعب يكون ملتزم دفاعيا. سليم أخذ دعم كولر على عكس بن شرقي لأنه بيحقق الشرط ده، وطبعا كولر هيقدر يوفر له السيستم والحماية والأفكار اللي تهيئه للإنتاج الهجومي، والباقي متوقف على رغبة اللاعب وأساسه. حتى لو بن شرقي أعلى تقنيا بكتير، بس كالعادة المدرب هياخد الرهان إنه يحول رضا سليم لنسخة هجومية قوية جدا. وطبعا يا اخواتي عايزين رأيكم في التعليقات، هل رضا سليم هيكون أساسه قوي أو لا؟ طبعا قول رأيك في الكومنتات. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.